أهم خبر: هل نعود إلى تخفيف أحمال الكهرباء؟ مصر بتعلن حالة الطوارئ بعد تعليق إمدادات الغاز اللي بتجيلنا. مصر في قلب الأزمة، وإيه حكاية الغاز اللي بيجيلنا من اللي ما يتسموش، وإجراءات الطوارئ اللي مصر نفذتها. الأخبار بتجري اليومين دول أسرع من الصواريخ بعد الأحداث اللي حصلت ما بين إيران واللي ما يتسموش، ووقف إمدادات الغاز من اللي ما يتسموش لمصر. ناس كتيرة قلقانة وبتسأل ايه اللي هيحصل؟ هل النور هيقطع؟ هل في أزمة غاز جاية؟ وزارة البترول المصرية طلعت بيان مهم عشان الناس تعرف، وشرحت فيه خطة الطوارئ اللي اتفعلت بالفعل عشان البلد تفضل في أمان ومفيش أي حاجة تتأثر. القصة بدأت لما وزير الطاقة في دولة اللي ما يتسموش أعلن وقف ضخ الغاز من حقل ليفياثان اللي في البحر المتوسط بشكل مؤقت، وده طبعا عشان الأوضاع اللي في المنطقة. اللي ما يتسموش بيصدروا غاز لمصر والأردن من الحقل ده، فلما وقفت الضخ كان لازم يكون في رد فعل سريع من ناحيتنا. ومن هنا بقى الحكومة المصرية دخلت على الخط بسرعة. وزارة البترول أعلنت تفعيل خطة طوارئ كانت مجهزة ليها من بدري. يا ترى إيه الخطة دي؟ ببساطة، أول حاجة وقف الغاز عن بعض المصانع. الوزارة وقفت إمدادات الغاز الطبيعي عن شوية أنشطة صناعية زي مصانع الأسمدة مثلا، وده إجراء مؤقت بس عشان نوفر الغاز لباقي القطاعات المهمة. تاني حاجة، عملنا تحويل لمحطات الكهرباء. يعني ايه؟ محطات الكهرباء اللي بتشتغل بالغاز بدأت تزود استهلاكها من المازوت لأقصى كمية متاحة، وفي محطات تانية هيشغلوها بالسولار. ليه؟ عشان نضمن ان مفيش محطة كهرباء تقف او ان انتاج الكهرباء يقل. طيب ايه هدف الإجراءات دي كلها؟ ده كله بيحصل عشان نحافظ على استقرار شبكة الغاز الطبيعي في مصر، والأهم إننا ما نلجأش لتخفيف أحمال الكهرباء على البيوت والمواطنين. يعني مفيش قطع نور يا جماعة، والحكومة بتعمل المستحيل عشان ده ما يحصلش. المتحدث باسم الحكومة المصرية المستشار محمد الحمصاني أكد كلام الوزارة وطمنا أكتر، وقال إن الحكومة كانت مستعدة لأي زيادة متوقعة في استهلاك الغاز خلال الصيف، وعشان كده اتعاقدت على 3 سفن تغويز يعني بتمد بالغاز عشان توفر الغاز الطبيعي لمصر. الخبر الحلو بقى ان السفن دي كلها وصلت مصر بالفعل. سفينة منهم بدأت فعلا تضخ الغاز للشبكة القومية. السفينتين التانيين بيتم تجهيزهم وربطهم بالمواني دلوقتي، والمفروض انهم يبدأوا يضخوا الغاز مع نهاية الشهر الجاري. وده معناه ان مصر عندها بدائل قوية ومفيش اي داعي للقلق. شبكة الغاز وضعها آمن، واحتياط المازوت كمان كويس جدا، وغرفة عمليات شبكة الغاز شغالة 24 ساعة عشان تتابع الموقف أول بأول. رئيس الوزراء نفسه الدكتور مصطفى مدبولي عقد اجتماعات مكثفة مع وزير الكهرباء والبترول عشان يتابع خطة الطوارئ دي، ووزير البترول زار ميناء العين السخنة بنفسه عشان يسرع ربط السفينة الثالثة بالشبكة. كل ده بيأكد قد ايه الحكومة مهتمة بالموضوع ومفيش مجال للتهاون فيه. الخلاصة يا جماعة ان الوضع تحت السيطرة. الاجراءات اللي اتخذت دي مؤقتة واحترازية، ومفيش اي نية لقطع الكهرباء على المواطنين. بمجرد ما سفن التغييز الثلاثة تشتغل بكامل طاقتها اخر الشهر كل حاجة هترجع لطبيعتها بالكامل، وربنا يحفظ مصر وأهلها من كل سوء.